الملك محمد السادس في موريتانيا بعد الإمارات. ما الذي يحدث بين المغرب ونواكشوط؟ إليكم التفاصيل. عاجل، كاد أن يحدث انقلاب عسكري بموريتانيا. الغزواني يكشف لأول مرة عن سبب التغييرات المفاجئة بكبار قيادي الجيش. بومبطوش يوجه دعوة إلى عزيز غالي لزيارة مخيمات تندوف. أهذا ما كان يريده من تهجم مع وحدتنا الترابية؟ هل فعلا بيدرو سانشيز وضع خريطة للمملكة المغربية مبتورة؟ إسبانيا توضح. بعد أن تحدثت روسيا عن مشاركة المغرب بالبريكس، جنوب أفريقيا أصابتها صدمة كبيرة، وهذا ما يحدث. مفاجأة من العيار الثقيل، اعتقالات بالحدود الشرقية المغربية، وقواتنا المسلحة الملكية تعتقل 5 جنود جزائريين. إليكم التفاصيل. مرحبا، معكم بالبيس باسل الشيك. شرطكم بخير جماعة، بصحة وبسلامة. دعنا نذكر بالضغط تعازر لك، لأننا ما سوف نقوله الآن يثبت بالدليل القاطع مكانة المغرب الاستراتيجية داخل المنطقة. وابتدأ كالعادة بأقوال الراحل الملك العبقري رحمة الله عليه الحسن الثاني: كبرها تصغر. جلالة الملك محمد السادس في الإمارات متوجها إلى موريتانيا. ما القصة ولماذا؟ ما قصة الانقلاب الذي كاد أن يحدث بموريتانيا؟ ولماذا الجيش المغربي كبد الجيش الجزائري خسائر فادحة؟ ما التفاصيل؟ قبل الخوض بهذه الأحداث نبتدئ ونقول: حلفاء المرادية يتساقطون واحدا تلو الآخر. فبعد نظام بشار الأسد المخلوع، اليوم نعلن عن الموزمبيق. انهيار الموزمبيق، ثاني أكبر حليف للكبرنات بالقارة الأفريقية. تتوالى الأحداث المتسارعة بالساحة السياسية الدولية، حيث بدأت الجزائر تشهد تراجع ملموس بقوتها الإقليمية، بفقدان تدريجيا حلفائها التقليديين بمناطق متعددة. فعقب سقوط نظام بشار الأسد بسوريا، الحليف الذي طالما دعم البوليسارو صنيعة الجزائر، اليوم نعلن عن الموزمبيق أيضا من تدعم البوليسارو. لا طالما كانت الموزمبيق تمثل أحد الركائز المهمة التي تعتمد عليها الجزائر بأفريقيا، بخطوة مفاجئة نجد الموزمبيق بمواجهة أزمة داخلية خانقة تهدد بتقويض استقرارها. البلاد التي عاشت لفترة طويلة تحت تأثير الاضطرابات والفوضى تواجه الآن خطر الحرب الأهلية مجددا، بوقت حساس تنتقل فيه المنطقة بين فترات من الهدوء والنزاع. الموزمبيق نستطيع أن نعلنها اليوم ما يحدث داخل نظامها كما حدث بنظام بشار الأسد المخلوع، أي انهيار حليف جديد لأبواق الجزائر. والمفاجأة ليست هنا، المفاجأة بعد سوريا والموزمبيق إمكانية انهيار الجزائر ذاتها. مرحلة حرجة يمر بها النظام الجزائري، خصيصا بعد هاشتاج مانيش راضي، وخصيصا بعد التعديلات التي أعلن عنها تبون وإصداره ليعفو دون أي سبب مقنع. أي بدأت الجزائر ترضخ لغضب الشعب. تعيش الجزائر بالوقت الراهن مرحلة غاية بالحساسية والخطورة، حيث يبدو أن النظام الجزائري على وشك الدخول بمخاض عسير قد يؤدي إلى زعزعة استقرار السلطة. أساسا هناك أزمات داخلية لا تعد ولا تحصى تجبر الجزائر على اتخاذ قرارات متسارعة. ما معنى ذلك؟ إما تقوم الجنرالات بالإصلاحات، وإما التضييق على الشعب، أي القضاء على حرية التعبير وحرية حقوق الإنسان بشكل كامل من أجل ضمان بقاء أبواق الجزائر. فما الذي حدث؟ على ما يبدو تعيش الجزائر على وقع عشرية سوداء. عودة ظاهرة الملثمين بالموازاة مع حملة لإسقاط النظام. هناك حملة أخرى بعد مانيش راضي تطالب أيضا بإسقاط النظام الجزائري، بعد أن لاقت تجاوب سريع أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يؤكد قرب نهاية أبواق الجزائر. أبواق الجزائر تمر إلى السرعة القصوى بمواجهة احتجاجات الشعب المتصاعدة. الجيش عاد مجددا إلى الاعتماد على أساليب القمع والترهيب والاعتقال بمحاولة لإسكات المواطنين. ما مناسبة هذا الحديث؟
أبواق الجزائر منذ الساعات الأولى اليوم قاموا بتجنيد المئات من الملثمين تابعين لقوات الأمن الجزائري كما نشاهد بالصورة، الذين نزلوا بقوة بالشوارع من أجل مواجهة المحتجين. المصادر تؤكد أن هناك عمليات مداهمة لعدد من المنازل والقبض على من ينشر هاشتاج مانيش راضي. هذا يعني أن الجزائر اليوم تعيش ضغط كبير للغاية. هذا الضغط بين ضغط الاحتجاج وحملة مانيش راضي. البلاد على صفيح ساخن. كان من المتوقع منذ البداية أن يتجدد الحراك داخل الجزائر، خصيصا مع العزلة التي تعيشها. وبما أننا ذكرنا هذه العزلة، على ما يبدو العزلة ليست داخلية بل أيضا خارجية. مناسبة هذا الحديث، الحكومة الليبية وجهت صفعة كبيرة لمن يحاول الإيقاع بالعلاقات المغربية الليبية. الحكومة الليبية طلبت من المغرب إعادة الربط الجوي وتدشين خط بحري بعد أيام فقط من صدامها مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بسبب اجتماع بوزنيقة بين أعضاء مجلسي الدولة والنواب الليبيين. عبرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن رغبتها بإعادة الربط الجوي بين مطاراتها ومطارات المملكة، مقترحة أيضا إحداث خط بحري مباشر بين البلدين. ووفق ما كشفت عنه وزارة النقل واللوجستيك المغربية أن المغرب ليس لديه أي مشكلة. أتعلمون ما معنى ذلك؟ أصبح لدينا خط بحري وإعادة الربط فعليا مع ليبيا. هذا يسكت الأفواه، تلك الأفواه الذين حاولوا الإيقاع بعلاقات المغرب وليبيا وادعوا أن المغرب يتدخل بشؤون ليبيا الداخلية. المغرب ليس لديه أي أطماع توسعية، ولطالما المغرب كان واضح وصريح باتجاه سيرورة العلاقات. ها هي أبواق الجزائر تتلقى صفعة جديدة من ليبيا، لأن ليبيا أيضا جددت دعمها المطلق للوحدة الترابية للمملكة المغربية. وبما أننا بدأنا الحديث عن الصحراء المغربية، ومن هنا نرى أن الجزائر خسرت بالمعركة الدبلوماسية التي خاضتها مع المغرب حول ليبيا. وعلى ما يبدو ليس فقط حول ليبيا بل أيضا بما يخص نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. ألم نقل فيما مضى أن المغرب ترشح لهذا المنصب والجزائر أيضا تريد مزاحمة الرباط؟ أتى تقرير فرنسي يؤكد أن الجزائر لا تستطيع أن تنافس المملكة المغربية. صحيفة لوموند الفرنسية تؤكد بالدليل القاطع أن الجزائر ليس لديها هذه القوة بأفريقيا حتى تنافس المغرب. المغرب الذي اليوم يعتبر من أشد الأصدقاء للدول الأفريقية ولديه علاقات وطيدة مع الجميع. وهذا ما جعل الجزائر تلجأ لجنوب أفريقيا. وعلى ما يبدو جنوب أفريقيا أصبح عداءها للمغرب يتوالى. لماذا؟ تارة لأنها هي أيضا تريد المنافسة على نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتارة لأن روسيا ليلة الأمس قالت أن دور المغرب يعتبر هام جدا بدخول البريكس. هذا الأمر أغضب جنوب أفريقيا، لأن جنوب أفريقيا تريد خوض معركة التنافس مع المغرب حول الريادة بأفريقيا. جنوب أفريقيا تتوجس من انضمام المغرب إلى مجموعة البريكس خوفا من تنامي نفوذ المغرب الاقتصادي داخل هذا التكتل. غير أن ما يسير الكثير من التساؤلات هو عدم وجود أي تصريحات رسمية أو إشارات من طرف المملكة المغربية تؤكد رغبة الرباط بالانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي. وحسب مراقبون اقتصاديون إنه من بين القراءات والتفسيرات الاقتصادية المطروحة حول عدم إعلان المغرب عن رغبته بالاستفادة من بطاقة العضوية داخل البريكس هو انتظار ردود فعل أمريكا حول هذا الموضوع، نظرا لأن هذه المجموعة الاقتصادية هدفها الأساسي هو الإطاحة بالدولار الأمريكي والقضاء على النفوذ الاقتصادي لواشنطن. وهذا يعني أن المغرب لن يعلن رغبته بالمشاركة للبريكس إلا عندما يرى حليفه الاستراتيجي الذي هو أمريكا ما هو ردة فعل أمريكا حول مجموعة البريكس. بالنهاية المغرب يحرص على علاقات وطيدة بينه وبين أمريكا ولا يريد لأي شيء أن يفسد هذه العلاقة.
لا ننسى أن أمريكا صاحبة القلم داخل مجلس الأمن، وأمريكا أول من اعترف بمغربية الصحراء، ولدينا علاقات وطيدة مع صديقنا ترامب الذي عاد من جديد لرئاسة البلاد، ولديه مفاجآت حول الصحراء. ننتقل إلى ما يحدث داخل المخيمات من فضائح. شاهدوا هذه الصورة. الجبهة الانفصالية أعلنت الطوارئ. أمطار تندوف تغرق مقرات البوليسارو وتأتي على ممتلكات سكان المخيمات للمرة الثانية خلال 3 أشهر. أين الجرافات؟ أين الأموال التي أرسلتها دول أوروبية لمساعدة المخيمات؟ لا شيء موجود طبعا، لأنهم قاموا باختلاس تلك المساعدات واليوم يطالبون بمساعدات أخرى. اعترفت البوليسارو بغرق العديد من مقراتها بسبب الأمطار التي تهاطلت على تندوف، الأمر الذي دفعها إلى الإعلان عن حالة طوارئ، متعهدة أيضا بتعويض سكان المخيمات الذين فقدوا ممتلكاتهم للمرة الثانية خلال 3 أشهر. كشفت الأمطار التي تهاطلت على تندوف خلال الأيام الماضية الهشاشة التي يعاني منها سكان المخيمات، وتدعي الجزائر أنها توفر أفضل معيشة للمحتجزين. هذه هي أفضل معيشة؟ وعلى الرغم من التكتم الإعلامي الجزائري إلا أن البوليسارو أكدت هذه الكارثة. لماذا البوليسارو فضحت هذا الأمر؟ لأن البوليسارو بالنهاية يهمها الأموال تدخلها ويقومون باختلاسها، ودليل ذلك أن البوليسارو الانفصالية عادت لتطلب الدعم من هنا وهنا. حاولت أبواق الجزائر بالآونة الأخيرة نشر الأكاذيب والمغالطات أن البوليسارو تعاني أزمات وأرادوا جلب المزيد من المال. بما أننا بدأنا الحديث عن الأكاذيب والمغالطات، ما هذه الصورة؟ هل الأمر مقصود؟ بيدرو سانشيز أثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره أمام خلفية تحمل خريطة المغرب مبتورة من صحراء. هل يعقل أن يفعل هذا بيدرو سانشيز؟ إن لم يفعلها هو فمن وراءها؟ أحزاب معارضة تعمل لصالح الجزائر. بالوقت التي اتسمت فيه العلاقات المغربية الإسبانية بأفضل الحالات وبنوع من الدفء والثقة، على ما يبدو هناك أطراف معينة يحاولون النيل من هذه العلاقات المتماسكة. فهل ينجحون؟ الجواب بكل اختصار لا. أكدت إسبانيا مبررة ما حدث أن ما حصل أمر غير مقصود على الإطلاق، ولحدود الساعة قاموا بحملة تفتيشية وتحقيقية لمعرفة من وراء هذا الفعل الاستفزازي. أساسا إسبانيا سبق لها وعدلت جميع خرائطها لتعتمد الخريطة المغربية الكاملة بالصحراء. ممكن تصديق إسبانيا على أنها لا تعلم هذا. أتعلمون لماذا؟ لأن إسبانيا أساسا ليلة الأمس أعلنت أن المغرب بدأ السيطرة فعليا على أجواء الصحراء، ومنع التحليق فوق أجزاء منها لأسباب عسكرية. فإن سلمت إسبانيا إدارة المجال الجوي للصحراء للمغرب، هل يعقل أن تأتي وتبتر الخريطة؟ طبعا هذا أمر من الخيال. أبواق الجزائر أرادوا لعب هذه اللعبة لإفساد علاقاتنا مع الإسبان، لكن يربطنا علاقات وطيدة مع إسبانيا ولن تنجح محاولاتهم بشيء. بما أننا ذكرنا هذه المحاولات منذ بداية عام 2024 والجزائر تسابق الزمن لضرب علاقات المغرب مع الدول الحليفة، كاتب إسباني دخل على الخط وقال: اسمعوا أكبر ضربة دبلوماسية تلقتها البوليسارو بعام 2024. حسب تقرير إسباني إن أكبر صفعة تلقتها البوليسارو وسميت بالمؤلمة هي الصفعة التي تتعلق بجمهورية بنما التي سحبت اعترافها من جمهورية الوام. لماذا تعتبر أكبر صفعة؟ لأن الدول التي كانت ترعى الانفصال، التي كانت تؤيد البوليسارو الانفصالية، أصبحت هذه الدول تبتعد عن البوليسارو وتوجه لها الصفعات واحدة تلو الأخرى. إن تعليق العلاقات بين بنما والبوليسارو الانفصالية يعكس فشل الجبهة بالحفاظ على دعمها الدولي رغم سياسة البترودولار التي تدعم الجزائر فيها البوليسارو الانفصالية. هذا إنما يؤكد على أن إعطاء المال عن طريق دبلوماسية الشيكات لم يعد يفي بالغرض،
وهذا يعتبر صفعة جديدة تتلقاها أبواق الجزائر. المغرب لديه مواقف واضحة وصريحة وعلى الجميع أن يلتزم فيها. بما أننا قلنا على الجميع أن يلتزم فيها، تخيلوا أن بن بطوش وجه دعوة لعزيز غالي لزيارة مخيمات تندوف. إذا عزيز غالي يعادي الوحدة الترابية للمملكة المغربية بشكل علني الآن، بعد أن أطلق تصريحاته مطالبا بتقرير المصير ومطالبا بأن يجلس المغرب بجانب البوليساريو على طاولة المفاوضات. نتفاوض على ماذا؟ على اقتطاع أراضينا وإعطائها لمجموعة انفصالية إرهابية. هل عزيز غالي يعلم مقدار هذا الخطأ الذي وقع فيه؟ بالنهاية لا يمثل إلا نفسه. وسائل إعلام تابعة للجزائر روجت أن البوليساريو واحد من قياديها وجهوا دعوة لعزيز غالي. هل عزيز غالي يذهب؟ هل يجتمع ببن بطوش؟ هذا الأمر لا يعنينا، لأنه لا يمثل إلا نفسه وعدائه المتجه اتجاه المغرب. على ما يبدو هناك إعادة حسابات اليوم لوضع النقاط على الحروف. وضع النقاط على الحروف. لماذا قلنا وضع النقاط على الحروف؟ جلالة الملك محمد السادس عندما أطلق مبادرة الأطلسية وجه دعوة لجميع الدول، واليد دائما كانت ممدودة بكل خطاباته. هذا يعني على الجزائر أن تبتعد عن أعمالها الابتزازية الاستفزازية. هل ابتعدت الجزائر عن هذه الأعمال؟ الجواب لا. الجزائر من جديد حاولت اختراق الحدود المغربية. أحدهم قتله الدرون، 5 وقعوا بيد الجيش المغربي وأطلق سراحهم. جنود وأمنيون جزائريون يخاطرون بحياتهم باقتحام حدود المملكة من أجل الكمأ. تسببت ملاحقة جنود وأمنيين جزائريين لنبات الكمأ البري بمقتل أحدهم بواسطة طائرة مسيرة مغربية، بالإضافة إلى اعتقال 5 آخرين من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية، وذلك بعد تجاوزهم الحدود الشرقية للمملكة حسب ما أفادت به مصادر محلية. أورد قيادي سابق بميليشيات البوليساريو والمنشق عن الجبهة أن مواطن جزائري من تندوف يعمل ضابط شرطة برتبة ملازم توفي نتيجة اقتحام الأراضي المغربية. هذا الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب. بأي حق الجنود الجزائريين يخترقون الحدود المغربية؟ طبعا هناك طائرات مسيرة، أي من يحاول اختراق الحدود يأتيه الرد، سواء كان يقوم بعمل استفزازي أو دخل عن طريق الخطأ أو كما هنا الحالة بسبب نبات الكمأ. الأمر الغريب أن هذا الفعل يأتي بعد أقل من يوم واحد على اختراق 5 جنود جزائريين أيضا الحدود المغربية. المغرب حينها اعتقلهم وأعادهم، لكن أن تعاد الكرة فهذا الأمر يدعو إلى الاستغراب. هل فعلا كانوا يبحثون عن نبات الكمأ كما قيل، أم أنهم يحاولون التجسس على الحدود المغربية؟ هنا الوضع اختلف تماما عن المرة الأولى، لأن القوات المسلحة الملكية قامت باعتقال 5 عناصر من الجيش الجزائري، أما السادس فلقي حتفه بسبب مقذوفة من طائرة الدرون. عناصر الجزائرية التي من ضمنها ضابط بررت توغلها داخل التراب المغربي بأنه كان عن طريق الخطأ وكانوا يبحثون عن نبات الكمأ فوجدوا نفسهم بالحدود المغربية. هل يعقل هذا الكلام؟ من المستبعد، فنحن نعلم مقدار الحساسية التي تحدث على الحدود. تقع منطقة محاميد الغزلان التي دخلوا إليها بإقليم زاكورة بجهة كلميم وأدنون، وهي بعيدة عن الصحراء المغربية وعن المنطقة عازلة بمحاذاة ولايتي بشار وتندوف بالجانب الجزائري. جاءت هذه الحادثة بعد أقل من 5 أيام على الحادثة الأولى، أيضا قيل أنهم دخلوا عن طريق الخطأ. عندما يكسر هذا الخطأ هناك أمر ما يحدث على ما يبدو. بما أننا قلنا عندما يكسر هذا الخطأ هناك أمر ما تقوم به على ما يبدو أبواق المرادية. طائرات للدرون من يخترق الحدود ترد على الفور، لأن هناك طائرات درون متطورة تعمل بنظام الإلكترونيك. أتعلمون أن كل هذا التخبط التي تعيشها الجزائر وبدأوا باختراق حدودنا بعد أن زار الغزواني المغرب؟ لماذا حدث كل ذلك بعد زيارة الغزواني المغرب؟ ولماذا توجهت قوافل عسكرية الجزائرية لتخترق الحدود الموريتانية؟
كلها رسائل عسكرية سياسية ليست عن طريق الخطأ. إذن أتعلمون أن بموريتانيا كان قد يحدث انقلاب عسكري؟ الغزواني بعد أن عاد من المغرب أجرى تغييرات واسعة بهرم المؤسسة العسكرية. أجرى الغزواني بوقت متأخر ليلة الأمس تغييرات غير مسبوقة بصفوف القيادة العسكرية العليا، وذلك عقب عودته من زيارته الأخيرة من المغرب ووفق مراسيم رئاسية نشرتها الرئاسة الموريتانية. فالتغييرات الواسعة التي أجراها الغزواني بهرم المؤسسة العسكرية شملت تغييرات قيادة أركان الجيش والدرك والاستخبارات الخارجية. وبالمقابل أقدم الرئيس الموريتاني على إعفاء شخصيات بارزة مثل قائد أركان الجيش، المفتش العام للقوات المسلحة، مدير الاستخبارات الخارجية، قائد الدرك الوطني. قام الغزواني بتعيين اللواء محمد فال ولد الرايس قائدا للأركان العامة للجيش، خلفا للفريق المختار بلة شعبان الذي أحيل للتقاعد. وخلفا للواء محمد فال ولد الرايس جرى تعيين اللواء محمد المختار الشيخ مني قائدا مساعدا للأركان العامة للجيش. كما عين ولد الغزواني اللواء أحمد محمود محمد عبد الله الطائع قائد أركان الدرك الوطني. نحن لا نتحدث عن مناصب صغيرة، قائد الدرك، نائب قائد الدرك، أي جميعهم لديهم مراتب عليا. حتى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قام بتغييره. هذه التغييرات أثارت جدل كبير بهرم المؤسسة العسكرية بموريتانيا، وهناك تكهنات حول ارتباطها برؤية استراتيجية جديدة أو تطورات إقليمية دفعت إلى إعادة هيكلة المؤسسة. 3 أسباب وراء ذلك. أول سبب، على ما يبدو هناك انقلاب عسكري تقوده الجزائر من أجل الانقلاب على الغزواني. هذا ما نفهمه من القرارات التي اتخذها الغزواني بالجيش الموريتاني، وهو أن الجزائر كانت على وشك تنظيم انقلاب عسكري بموريتانيا. السبب الثاني، الغزواني متخوف من إمكانية إعادة سيناريو إسقاط النظام بشار الأسد داخل موريتانيا، أي متخوف على نظامه، لذلك قام بهذه التعديلات العسكرية. هذا الأمر مستبعد. نبقى بالأمر الأول أن الجزائر حاولت تشكيل انقلاب على الغزواني، وليس هذا فقط. أصبح من المؤكد أن التغييرات التي أجراها الغزواني إنما تأتي كرد على المؤامرات التي تحيكها الجزائر. ففشلت الجزائر بإقناع موريتانيا دبلوماسيا، فشلوا بالضغط عليها بالمنابر الدولية، أرادوا اليوم إحداث انقلاب بداخلها، لكن لم تنجح الجزائر. فعندما نرى الغزواني استبق الأحداث، إذا موريتانيا استبقت الجزائر بخطوة استباقية مستعجلة. على الجميع أن يعلم أن موريتانيا التزمت بما سبق بعلاقات وطيدة مع المملكة المغربية. هذه العلاقات مع المملكة المغربية مفتاحها الأمان والسلام وسيرورة العلاقات، وما يثبت أن علاقات المغرب وموريتانيا وصلت إلى أفضل الأحوال. تعليمات ملكية أتت جديدة حول الإعداد للجنة العليا المشتركة مع موريتانيا لتعزيز التعاون بكافة المجالات. مصادر مؤكدة قالت أن العلاقات المغربية الموريتانية ستشهد طفرة غير مسبوقة خلال القادم من السنوات عقب اللقاء الذي جمع جلالة الملك والرئيس الموريتاني بالعاصمة الرباط. مصادر الخبر أكدت أن العلاقات الثنائية ستزدهر بشكل استثنائي، حيث من المتوقع إعداد اللجنة العليا المشتركة التي يعود تاريخ اجتماعها بمارس 2022. مصادر شددت على أن الاجتماع المقبل مرشح لأن يكون من مستوى عالي ورفيع، قد يعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور شخصي لجلالة الملك محمد السادس، بزيارة ستكون تاريخية مارس 2025. بالموازاة مع ذلك تكثف المصالح الخارجية لعدد من القطاعات الحكومية بالمملكة التنسيق مع نظيراتها الموريتانية لإعداد المشاريع المشتركة بالبلدين، والتي ستشهد طفرة نوعية برغبة من جلالة الملك والرئيس الموريتاني. من جهة أخرى شكلت سبل تعزيز التعاون المغربي الموريتاني بالمجالات الاقتصادية والمالية محور مباحثات اليوم بين وزير الاقتصاد والمالي الموريتاني
سيد أحمد ولد أبوه، وسفير المملكة بموريتانيا حمد شبار. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية أن المباحثات تناولت آفاق التعاون بين موريتانيا والمملكة المغربية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، خاصة بالمجالات الاقتصادية والمالية. جرى اللقاء بحضور محمد سالم ولد الناي، المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية. عليه نفهم حدث اجتماع داخل المغرب اليوم يتحدث عن آخر العلاقات المغربية الموريتانية، وتم الاتفاق على ملتقى سوف يحدث بنواكشوط بحضور جلالة الملك. هذا ما قالته التقارير. كيف علقت موريتانيا على هذا الموضوع؟ أكدت موريتانيا أن اللقاء الذي جمعها أي الوفد ديالها داخل المملكة المغربية اليوم تباحثت فيه عن كيفية وضع علاقات مزدهرة بين البلدين تفوق كل المجالات. نحن الآن لا نتحدث عن مجال اقتصادي، استثماري، سياسي، دبلوماسي، عسكري، بل العكس تماما. جميع الاتفاقيات آنا معا اليوم موريتانيا تحرص على قيامها مع المملكة المغربية، ومنذ الآن موريتانيا بدأت ترحب بزيارة جلالة الملك محمد السادس التي سوف تكون تاريخية اتجاه موريتانيا. نعلم أن جلالة الملك متواجد الآن بالإمارات، وتواجده بالإمارات أيضا له علاقة بلقاء الغزواني بجلالة الملك بالرباط. قد يتساءل البعض كيف؟ الجواب: أنبوب الغاز المغربي النيجيري الذي أكدت موريتانيا دعمه له، هذا الأنبوب ممول من الإمارات وأوروبا. وعندما نقول أن الإمارات بدأت فعليا بتنزيل مشاريعها بتمويل الأنبوب، إذن هذا الأنبوب أصبح بشكل فعلي على أرض الواقع. وهذا ما يزيد من الصفعات التي تلقتها أبواق الجزائر، والتي أصبحت صفعة تلو الصفعة. فهمتم الآن لماذا تحاول الجزائر منذ سنوات ألا يحدث تلاحم بالعلاقات المغربية الموريتانية؟ انفتحت موريتانيا قنصلية بالصحراء المغربية. موريتانيا دولة مغاربية من ضمن الاتحاد المغاربي، تعتبر أول دولة فعلت ذلك، وتعتبر أيضا خطوة إيجابية تجاه الاتحاد المغاربي. ألا تقول الجزائر أنها ترجح الوحدة المغاربية؟ خلقت أزمة مع موريتانيا وجعلت فتنة بين تونس والمغرب، وكادت أن تنجح بفتنتها بين ليبيا والمغرب. ليبيا اليوم أكدت موقفها الصريح تجاه الرباط، وكما شاهدنا موريتانيا ذات الشيء. ظل لدينا تونس. هل تونس سوف تبقى مستمرة بعدائها الذي لا ينتهي تجاه وحدتنا الترابية؟ أتت تقارير من داخل تونس تقول أن العلاقات المغربية التونسية أصبحت مطلب النشطاء التونسيين بكي تعاد. لماذا تونس اليوم تحتاج المغرب؟ تونس اليوم تحتاج المغرب لعدد كبير من الأسباب، ولعل أهمه مقدار العزلة التي تعيشها تونس الخضراء، وسياسة قيس سعيد التي تسير عكس التيار. هل تعاد العلاقات المغربية التونسية؟ العلاقات المغربية التونسية لا يمكن أن تعاد إلا بحالة واحدة: ذهاب قيس سعيد. لأن العداء الذي يكنه قيس سعيد أصبح بشكل شخصي لوحدتنا الترابية. من الذي استقبل بن بطوش؟ ليس الشعب التونسي، ليس النشطاء التونسيين. لم نرى لحدود الساعة أي ناشط تونسي يخرج ليتهجم على وحدتنا الترابية إلا قيس سعيد الذي استقبل بن بطوش، وأيضا فتح الجامعات للنيل من وحدتنا الترابية ودعم البوليساريون في الصيف. هذا إنما يؤكد على ما كان يقوله منصف المرزوقي الذي قال أن تونس دائما تحرص على علاقات وطيدة مع الرباط، ونحن نحترم وحدة وسيادة المملكة المغربية. إلا قيس سعيد التونسي الوحيد الذي يسير عكس التيار. نستطيع أن نقول بسبب اختلاطه بين الكبرانات تحول لكبران جزائري، وأصبح عداءه غير مفهوم اتجاه وحدتنا الترابية. المغرب اليوم ليس كمغرب الأمس، لدينا علاقات وطيدة مع جل الدول، ومن يريد الدخول بعلاقات متناسقة فأهلا وسهلا به، وهذا ما كان دائما يقوله جلالة الملك. لكن بأن يقوم من يريد توطيد العلاقات أن يلتزم بشروط هذه العلاقات. الصحراء المغربية هي المفتاح حول أي علاقة يريدها أي بلد لدخول بتمتين علاقاته مع المملكة المغربية. المغرب اليوم ليس كمغرب الأمس، والمغرب بات لديه قوة دبلوماسية كبرى
تبتدئ بطرد البوليساريو من الاتحاد الأفريقي، إغلاق ملف الصحراء بالأمم المتحدة، من ثم وضع النقاط على الحروف بشكل علني للانتقال إلى باقي أراضينا المحتلة، وأنا الحديث عن الصحراء الشرقية المغربية. حفظ الله المملكة المغربية، كل الحب والتقدير. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.